اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا معاكم كوكي. بنزل وصفات جميلة وبسيطة. أتمنى إن انتوا تشرفوني في قناتي. هتلاقوا وصفات حصرية ووصفات جميلة هتعجبكم بإذن الله. نفعل الجرس على الكل علشان كل وصفة أنزلها يجيلك إشعار بيها. النهاردة هنعمل مع بعض كده الحمام زي المطاعم. سهل كده وبسيط بافتكاسات كده بسيطة كده تكات بسيطة هيطلع معانا الحمام خطير في حتة تانية، الطعم والشكل، وهنزود كمان حجمه بفكرة كده بسيطة خالص هنعملها مع بعض. تابع الفيديو مع بعض خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فعل اللايكات كتير كده علشان الفيديو يرفع معانا وكله يستفاد. يلا بينا على الوصفة. انا معايا هنا بقى كمية الحمام بقى ترجع لك الكمية اللي انت عايزة تعمليها. معايا الحمام هنا غسلاه كويس منضفاه كويس. ببتدي زي ما شفت كده معايا في بداية الفيديو ببتدي اكسر العظمة بتاعت صدر الحمامة. لما بكسر العظمة دي بيزود معايا في حجم الحمامة اثناء الحشو. بقى بقدر ان انا احشيها فالحمامة حجمها بيتضاعف معايا أثناء التسوية. بفرغ الجلد اللي بين صدر الحمامة كده بين اللحم نفسه كده، ببتدي أفرغه كده بصابعي زي ما شفتوا معايا في بداية الفيديو. كده تمام مع بعضنا كده ماشيين خطوة بخطوة. طيب بعد كده انا بجيب معايا هنا بصلايه بقطعها كده مكعبات كده صغيره، احط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. ببتدي ادعك معايا الحمامه كده كويس من بره ومن جوه، وبسيبها كده في البصل كده والملح والفلفل الاسود. يستحب لو عندك هتسيبيها ليله تمام خالص، مش مستعجله عليها وهتعملها في نفس اليوم. سيبيها كده معاكي من ساعه كده لساعتين تتبل معاكي كويس كده في البصل والملح والفلفل الاسود. كده تمام. اول خطوه كده تمام معانا في الحمام. كده نبتدي بقى معانا في الحشو. معايا هنا في طاسه كده على النار او صينيه على النار كده بنزل معايا معلقه كبيره من السمنه البلدي. بنزل عليها بصلايه كده مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه. بضيف معايا هنا الكبده والقنصه بتاعت الحمامه معايا. بشوحهم كده تقلبتين كده في السمنه البلدي كده على النار. هبتدي بعد كده انزل معايا بالتوابل بتاعتي. صلوا بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. هنزل معايا كده معلقه من الملح، معلقه صغيره كده من الملح. معايا هنا معلقه برضو صغيره من السبع بهارات. معايا معلقه برضو من الفلفل الاسود. كده بهاراتنا كده بسيطه خالص علشان مش هزود معايا في البهارات عشان ما عجتش الامور معاكم. هقلبهم كده معايا لحد ما ريحه التوابل دي كده تطلع معايا، والكبده والقرصه بتاعت الحمام ابتدي تحس ان هما داخلين معايا في تسويه. هنزل بكميه الرز دي على حسب كميه الحمام اللي عندي. يعني يا ستي انت معاكي الحماميه زي كده هتاخد معاكي مقدار قد ايه رز. كوبايات الشاي معانا اللي هي مجات الشاي دي، نص مج كده وعليه معلقه، ده هتحشي بيه حمامه كامله. فانت بقى شوفي كميه الحمام اللي عندك وعيري على النظام ده كده سوي الطريقه دي. هنا انا حسيت ان التوابل معايا كده محتاجه رشه من الفلفل الاسود، فنزلت برشه من الفلفل الاسود تاني. ودي شطه اختياري، حابه ان انت الحاجه عايزاها معاكي سبايسي كده الحشوه، ضيفي معلقه الشطه دي. مش حابه ما تضيفيش، بس احنا بنحب الحاجه فيها شطه كده وسبايسي كده معانا، فانا ضفت معايا الشطه الحمراء هنا، دي اختياري ليكي انت. بقلبهم معايا كده كويس كده لحد ما اتاكد ان هما الرز كده اتشوح معايا كويس بالشكل ده، وريحه التوابل كده طالعه معايا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ريحتهم فظيعه. هقلب كده بالشكل ده كده. هبتدي انزل معايا هنا بميه مغليه. الميه هنا انا غليها عادي في الكتل. هبتدي اضيفها على الرز معايا بالشكل ده. هضيف معايا كمية المية هنا
تغطي معايا الرز، بس انا مش هسوي الرز سوى كامل، انا هنا نص تسوية بس، هخلي الرز معايا هنا نص تسوية بس كده. هغطيهم معايا بأي حاجة كده لحد ما الرز يتشرب معايا بالشكل ده. شايفين الرز نص تسوية، انا ما سويتش الرز كامل تسوية كاملة، هنا الرز معايا نص تسوية. هبتدي دلوقتي معايا الحمام، هبتدي احشي معايا الحمام. هنزل بالرز كده معايا في صينية زي كده كبيرة علشان اعرف احشي معايا الحمام براحتي. انا ببتدي اهوي هنا برضو الرز معايا، لان الرز معايا لسه سخن، ببتدي اهويه معايا كده شوية علشان اثناء الحشو كده ميبقاش الرز كده حامي على ايدينا. كده احنا تمام مع بعض، خطوات بسيطة خالص، وانا بحاول ان انا اوصل لك المعلومة كده بكل بساطة. طيب انا معايا هنا الحمامة كده، ببتدي احشي معايا الحمام بالشكل ده. ما بزودش قوي في الحشوة علشان خاطر الحمامة الرز لسه مستواش، لسه الرز هيستوي كمان فهيزيد اكتر، فلما هيزيد اكتر مش عايزاه ان هو يفرجع كده معايا الحمامة ويبهدل شكلها. هحط الكمية كده، انا مش هكبس الحمامة خالص عشان اتأكد برضو ان الرز مستوي جواها، لاني لو كبست الحمامة كده معايا الرز كده في قلبها كبسته جامد، الرز مش هيلاقي منفس ان هو يستوي معايا كده، والحبايه بتاعته تفشر معايا كده وتنفش معايا وتاخد حجمها. فانا الحاجه بالمعقول. شايفين بالشكل ده؟ انا ببتدي باجي احشي معايا برضو معايا كده من رقبه الحمامه، وببتدي افرده معايا في صدر الحمامه، المكان الجلد اللي انا فرغته كده ما بين الصدر، ببتدي ادخل برضو فيه الحشو. شايفين؟ انا بعيد معاكم الخطوتين علشان ااكد معاكم المعلومه. انا بحط جناحة الحمام معايا ورا الحمامة كده من ورا علشان الشكل، حابة تسيبيه من قدام براحتك انت. شايفين؟ بدخل معايا الحشوة بايدي كده، بحاول ان انا افردها، ما بزودش علشان الجلد هنا معانا رقيقة خالص. اي تزويد الرز طبعا هياخد مساحته فهيفرقع معانا فالجلد ده هيفتح معانا، فالحمامة هتفرقع معانا كده اثناء التسوية. كده حشيت معايا الكمية كلها. معايا هنا بقى انا مش هسوي في حلة، انا هسوي معايا في الطاسة. ودي كمان دي الفكرة دي كمان دي هي اللي بتخلي معانا الحمام ما يفتحش معانا اثناء التسوية، لان احنا لما بنحط الحمام كله على بعضه اثناء التسوية كده في الحلة بيفتح معانا. فانا هسوي كده علشان كل حمامة تبقى كده في مكانها اثناء تسويتها، ما تخبطش في التانية، اجل خبطة كده في حمامة فتلاقيها الجلد بتاعها اتقطع معايا. بحط هنا معايا برضو 7 بهارات وملح وفلفل اسود ورق لورا حبهان، اي منكهات انت حابة تضيفيها على الشوربة كده ضيفيها براحتك. بغطي معايا الصينية، بضيف معايا مية مغلية عفوا، ببتدي اغطي معايا الصينية بالورق فويل زي كده، وبولع على النار اول بس 5 دقايق كده الحمام يغلي فيها. بعد كده اوطي النار، مش خالص، بهدي النار وسط، واسيب الحمام كده لحد ما ياخد معايا التسويه بتاعته. بياخد معايا من نص ساعه ل 35 دقيقه. ببتدي اعري عليه زي كده وبتاكد ان هو استوى. باخده معايا في زيت سخن، بضيف معايا في الزيت معلقه من السمنه البلدي، بتدي تطعيمه حلوه للحمام. بنزل معايا بالحمام بحمره وبيطلع معايا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، اللون تحفه والشكل والحجم مفيش ولا حماميه معايا فتحت. كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى لو مش مشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل، مشاركات لحبايبنا عشان الكل يستفاد. ارفعوا معايا الفيديو باللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.